خشونه الركبه مش بس لكبار السن، دي ممكن تبدا من غير ما تاخد بالك. كتير من الناس بتفتكر ان الالم ده عادي، لكن الحقيقه ده ممكن يكون بدايه لخشونه الركبه، وهي ببساطه تاكل في الغضروف اللي بيحمي المفصل، وده بيخلي الحركه مؤلمه، ومع الوقت ممكن تحس بطقطقه او الم في المفصل. والاسباب هنا كتير، زي زياده الوزن، قله الحركه، او وجود اصابات قديمه، او حتى مع التقدم في العمر. علشان كده لو بتلاحظ وجع مع الحركه او تيبس في المفصل او صعوبه في الطلوع والنزول، دي علامات مهمه انك لازم تبدا تهتم بدري قبل ما الحاله تتطور. طيب العلاج بيكون ازاي؟ الحقيقه الموضوع بيعتمد على درجه الخشونه، لكن في خطوات اساسيه بنبدا بيها، زي تقليل الوزن والالتزام بتمارين تقويه عضلات الركبه، ودي بتساعد ان هي تخفف الضغط على المفصل بشكل كبير. وفي بعض الحالات ممكن نستخدم ادويه مسكنه او مضاده للالتهابات، وطبعا ده بيكون تحت اشراف الطبيب. ولو الحاله محتاجه تدخل اقوى بنلجا للحقن داخل المفصل، ودي ليها اكتر من نوع حسب الحاله، زي حقن هالورونيك اسيد ودي بتقلل الاحتكاك داخل المفصل وتلين حركه المفصل، او البي ار بي وده بيحفز تجديد الخلايا جوه المفصل، او حقن الكورتيكوستيرويد ودي بتقلل الالتهابات لكن لازم تستخدم بحذر في حالات معينه. وفي الحالات المتقدمه اللي ما بتستجيبش للعلاج التحفظي بنلجا لعمليات تغيير المفصل الكامل. وعلشان كده لازم تعرف ان كل حاله ليها علاج مختلف، وما ينفعش تختار العلاج بنفسك من غير تشخيص دقيق. في النهايه كل ما تبدا بدري كل ما تحافظ على مفاصلك اكتر. معاكم دكتور محمد عصام، اخصائي جراحه العظام والمفاصل في عيادات بيور كلينيك. مستنيينكم عشان نحدد العلاج المناسب لحالتكم ونرجعكم لحركتكم الطبيعيه.